هذه القرى بيكونوا عايشين من عشرات السنين بجوار بعض، فبيكون في علاقات طيبة. لما بتشوبها شائبة يجب أن يعني تصليح هذه العلاقات مرة تانية. على التوازي يجب أن يعلم من قيمة القانون ويحاسب من أجرم أو يحاسب من قتل، يحاسب من أشعل هذه الفتنة، علشان يبقى ندي قوة لهذه الجلسات العرفية وما تتكررش هذه المآسي مرة ثانية. الخبر القادم: التيار المصري يتقدم غدا للشورى بمشروع قانون العدالة الانتقالي. تقدم الهيئة البرلمانية لحزب التيار المصري غدا الأحد إلى مجلس الشورى بمشروع قانون العدالة الانتقالية الذي أعدته مجموعة وراكم بالتقرير بالتعاون مع الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح بيان مشترك صدر عن الحزب ومجموعة وراكم بالتقرير أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة القائمة على حماية الثورة المصرية الوليدة في الفترة الانتقالية وضمان انتقال مصر من النظام الديكتاتوري إلى تأسيس دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية مع ضمان حصول المتهمين على محاكمة عادلة. يمكن هذا الكلام يمكن لا غبار عليه، وجد يعني قد إيه بيكون ليه قيمة. يعني الهدف ان احنا بنقول شعارات رنانة ولها قيمة كبيرة جدا، ولكن آليات تنفيذ هذه الشعارات هي اللي بيبقى فيه تفاوت شديد منها جدا، بيعود بالسلب على أداء التيارات أو الجماعات التي تدعو لهذه الشعارات الإيجابية إنها تحدث في الشارع بشكل أكثر فاعلية. احنا معانا على الهاتف السيد محمد القصاص عضو الهيئة العليا لحزب التيار المصري، احنا بننتظره على الهاتف. هو هيوضح لنا أكتر هذه هذا المشروع. ويمكن الملفت للنظر هو اسم المجموعة،